بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما حكم خلع المرأة للنقاب أثناء الحج؟ وإن كان هذا صحيحا فما هي الحكمة من خلعها النقاب أثناء الإحرام؟ لأن كثيرين يسألون عن هذا السؤال ولا أستطيع الرد عليهم، خصوصا من النصارى. النقاب هو المفصل على قدر العضو. النقاب هو البرقع والتلثم. فأما ما كان من تغطية للوجه بالإسدال بأن تسدل على وجهها فإن هذا ليس بممنوع. المرأة ممنوعة من النقاب شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. الرجل إحرامه في الثوبين الإزار والرداء، والمرأة إحرامها في الوجه والكفين. لا تلبس في الوجه والكفين ملابس مفصلة على قدر العضو. وعموما هذا في النهاية حكم تعبدي. البعض قد ذكر مصلحة أو حكمة من ذلك، قالوا أنه تذكير للإنسان بأمر الموت، لأنه يكفن في نحو هذه الثياب، ولكن المرأة يشق عليها ذلك جدا، فجعل هناك أمر رمزي في الإحرام لها في أن لا تلبس الثياب المفصلة على قدر الأعضاء في الوجه والكفين. يجوز لها أن تغطي كفها بكمها، ويجوز أن تغطي وجهها بإسدال الخمار على رأسها من فوق رأسها على وجهها، فحصلت المصلحة. وكما ذكرنا هناك معنى رمزي في التذكير بيوم الرحيل. إن لم تصح هذه الحكمة، وذلك أنها أمر مستنبط يعني عن بعد، فنقول كما قال عز وجل في القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولو أكثر الكفار من السؤال عن الحكم في تفاصيل التشريعات لا يعني كانت المناقشة عقيمة لا فائدة منها، وإنما نركز على أمر الاتباع والانقياد، تحقيق العبودية لله عز وجل. والعبودية أن تسمع وتطيع، وإلا لو قال لك لماذا عرفة، لماذا مزدلفة، لماذا كذا لماذا كذا، للانقياد، لكي نتبع، لكي نتعبد. العبودية الامتثال، ولا نسأل لماذا، وإنما نسأل كيف نطبق. والله أعلى وأعلم.